الرجال وكل ما عينت حين ساعات صدري وعينت وناس عند الرجال. الله يرحمها والله توني قايم وقريت ولا والله مصدق ولا والله ملين كان مرة يجي يتحلم معي ولا والله مصدق ما كلمني الربع وجماعة وشو تسوي ذا الحين. أنا مزوفي أنا والله إني أحبه الرجال والله العظيم إني أحبه قسما بالله الرجال إني أحبه والله العظيم إني صادق. هذا أوصل حزنه بكل معنى للكلمة. اسمه نادر العجمي والمتوفى اسمه فالح بن ناصر العجمي، رحمة الله على المتوفي أو المتوفى، والله يعظم الأجر لأهله والأخوي نادر. والله لا أعرف نادر ولا أعرف فالح، ولكن حزنه وحبه الحقيقي وصل إلى كل قلب شاهد المقطع هذا. أشهد بالله من سأل ماذا يعني الحب الحقيقي، أقول شوفوا مقطع نادر العجمي. أشهد بالله، وهذه رسالة من سأل عن الحب الحقيقي لإنسان، أقول شوفوا نادر العجمي حزنه وبالغ حزنه وصل إلى كل قلب شاهد المقطع. الرسالة الثانية اللي أنا نزلت من خلالها المقطع هذا، لو علم الإنسان بالقلوب اللي تحبه لما خاطر بنفسه، عليه رحمة الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى. أنت يا أخوي فالح العجمي رحمة الله عليه، خرج من الكويت دخل إلى السعودية، راح يتنزه في أحد المتنزهات التابعة لمنطقة الجوف في سكاكا زي اللي أنا فهمت، وتاه في هالصحاري، صحراء مهالك مدارك ما بها وناس إلا الثعلب والبوم تسمع صفيرة. إن كان ولا بد وانت من عشاق الرحلات أقلها إن لم يكن معك أحد، لأن الكارثة جالسة جنبك، يكون معك جهاز الثريا اللي من خلاله عبر الأقمار الصناعية تستطيع أن تتواصل مع الآخرين. أنت تطلع إلى قفرة، لا شبكة، لا عمران حولك، لا شيء حولك، لا أمن حولك، لا أكل حولك، أكيد بتعرض نفسك للتهلكة. وهذه رسالة لكل إنسان يشاهد المقطع هذا. الله يغفر لك يا فالح العجمي ويقوي قلوب أهله، وعلى وجه الخصوص أخونا نادر العجمي يشهد الله من شاف مقطعه بكى معاك يا نادر، لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم، منورين الدنيا. طبعا المقطع هذا اللي أنا نزلته ما قدرت أتجاوزه بالمرة ما قدرت أتجاوزه. أول مرة في المرات القليلة في حياتي، أول مرة من ضمن المرات القليلة في حياتي اللي أشوف إنسان يوصل بالغ الأسى والحزن بهذا الشكل. نادر العجمي هذا أشهد بالله يا لطيف خطر عليه، الحزن اللي هو فيه خطر، ممكن حتى هو يروح فيها. الحزن يقطع القلب، ينزل المناعة إلى الصفر، مناعة الإنسان تنزل إلى الصفر، ممكن تضرب الكبد، الكلى، القلب، المخ. الحزن الشديد اللي هو فيه خطر. لذلك أنا نزلت المقطع. طبعا ضرب في التيك توك كالعادة، أما في السناب اللعين ماش إلى ذا الحين ماش، السناب المروح. هذه البوابة اللي أنا أعشقها وأموت فيها، هذه البوابة اللي أعشقها، وهذا المدخل الجميل اللي أنا أحبه، اللي تفوح منه رائحة جميع أنواع البهارات، رائحة جميع أنواع البخور، رائحة جميع أنواع العطور، رائحة العبق القديم الجميل الرائع. هذا شوف البوابة اللي هناك، هذه البوابة اللي أنا أعشقها. يمه على الروائح. يا يمه، أنا ما أدري، ما أعرف كيف أنقل لكم
يا رب إن شاء الله يوم من الأيام تيجي تقنية نقل الروائح. شوفوا ما في محل لو تمر هو شاب البخور الحساوي العتيج، البخور الحساوي العتيج. الله 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 الله، عشق لا ينتهي. شفت المكان الجميل اللي أنا جالس فيه؟ أعشق المكان الحلو هذا، أعشقه مرة. أحلى جلسات مع الكرك، يا سلام يا سلام، ويطل على الشارع. دخلت هنا محل عنده منتجات روعة روعة. طبعا أنواع الشاهي أشكال وألوان، وبما أني أنا مغرم شاهي أعشق الشاهي، طلع لي أفضل المنتجات اللي هو إيش؟ أبو شيبة. شمعنا هذا أبو شيبة؟ شاي أسود خشن أبو شيبة. يقول القطفة الأولى هذا. أنا العادة أخذ هذا لأن يقولون العلامة هذه علامة الجودة. هذا يقول لي صاحب المحل هذه القطفة الأولى. خليني أجرب هذا الشاي الوزة القطفة الأولى. شنو هو هذا الورقة اللي معاك؟ هذا هو، خلني أشوف. هذا هو، شم ريحته. الله 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 الله. يجي منه في كيس ويجي منه في علبة ولا أنتم حاط بالوزن؟ بس إحنا جايبينه، إحنا ما نبيعه بالوزن حاليا. أي بس جايبينه عشان نوري العملاء. أوكي خلاص، أنا باخذ هذا. بضحي بأبو جبل مع إني أعشقه، بس باخذ هذا أجربه. أوكي يلا احسب لي إياه. على 1 لتر. كم جرام ينحط منه على اللتر؟ على اللتر 11 ونص. 11 ونص جرام. الله. وإذا بسوي لي كاسة معناته 2 جرام على حسب أوكي. هو يقول لي على 11 على لتر، على لتر ما نحط 11 ونص جرام من هذا، ويترك نص ساعة. ها إذا بسكر. إذا بسكر. إذا بدون سكر تخلي 8 جرام. 8 جرام. خلاص نجرب كذا وكذا. أوكي شكرا لك. المحل هذا جميل، في منتجات حلوة عن جد. صحيح صغير ومشكنم، بس فعلا في منتجات في قمة الروعة. اي والله شوف قديش، بس فعلا فخر. واكثر شيء حببني في المكان انه تشعر ان المنتجات مغلفة تغليف سليم، ما عليها خوف. شايفين يا اخي؟ دائما يحذرون من هذا. ليش كذا شانين حملة على القرفة مع انها مظلومة دائما القرفة؟ ماي الورد بس باقي عندي. هذا ماي الورد الفاخر، أعرفه زين، أعرفه. لما تشرب الكرك في سوق القيصرية وتستمتع بأكل البليلة، وقبل ما تغادر تدخل مع الزقاق. حلوة الزقاق مع الزقاق الضيق هذا. شايفين ما أحلى السوق؟ شايفين ما أروعه؟ بس إذا دخلت مع الزقاق هذا هكذا تنسى الدنيا، تتمنى لو تقعد هنا بس. شوف ما أحلاه، شوف ما أجمل هالشارع في وسط القيصرية. الله 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 على الجمال، الله على الجمال. يمه يا يمه، لحقي علي يا يمه، بالله عليكم ما تشعر انك قاعد في، يعني شو اسميها هذه؟ ما تصلح قلعة أثرية، لا ما تصلح. الله العظيم لله در الناس اللي أعادوا ترميمه وزينوه وعدلوه. شوفوا الدكاكين القديمة. الله الله الله، ما أجمل هالمنظر. يا لطيف اللطف. يلا خليني بس أتخطى. وهذا جانب من السوق، جانب من الشارع اللي يدخلك. طبعا كل القيصرية دكاكين فيها كل ما يحتاج الإنسان. شايفين ما أحلى هالموقع؟ شايفين اللي أنا شايفه؟ الله يا سلام يا سلام. الله على المكان الحلو هذا، الله على المكان الجميل.
الله، السلام عليكم. الله، بس تكفي الريحة اللي تلقاها في هالمكان الحلو. يا سلام، يا الله على التحف والحاجات الحلوة. الله الله. المحل هذا معظمه شغل يدوي، بس أنا أعتبره تحفة من التحف. من يتذكر القزاز هذا؟ تتذكرونه؟ أحب المحلات اللي محافظة على الأصالة عن جد. شوف ما أحلى أشيائهم اللي حاطينها، تحف تحف. الحسوية مهم سهلين والله العظيم، فيه من الفن والذوق الرفيع اللي يعني الواحد يعجز عن وصفه. ما أدري أنتم تشوفون طبعا أكيد اللي أمام العين المجردة غير اللي خلف الكاميرا. ما أدري شبدي وشخلي تعرفين أكثر حاجة عجبتني الدولاب هذا، تعرفه؟ جميل جميل جميل. الدولاب بحد ذاته جميل، الدولاب جميل. يا يمه، شفتوا كل السوق سقوفه بالشكل هذا، ما أروعه. هذا المسجد على قولتهم المسيد. وردك يا زارع الورد، مرحبا، كيف حالك؟ شايفين كلها شوارع ضيقة وأشياء حلوة. الله الله. هذه الحواري الداخلية، ماني بداخل هناك لأن ما في وقت أصلا، ولا جميل تخش وتتفرج. عشان كذا نشعر بالسعادة كل ما ضاق صدرك وجيت للأماكن هذه، ابتهجت وانتعشت وانشرح صدرك. يا سلام يا سلام يا سلام. يا ربي عقبال ما أشوف كل المحلات مفتوحة ومشغولة إن شاء الله بإذن الله، لأن شيء يقهر لما تلقى زي هالمشروع الكبير وتحصل إن في محلات كثير مقفلة. كانت أول القيصرية ما تندخل، ما تندخل. شايفين زي كذا هالخواتيم الحلوة. قهوة السيد مشهورة هذه في الحسا، أي ضيوف يجون قهوة السيد، قهوة ومطعم السيد. أهلا وسهلا، تفضل. يا هلا والله فيك. حتى البيبان بعناية فائقة، بعناية فائقة. أوكي، خليني أشوف محلات البشوت والعبايات وما العبايات برضو كلها تقريبا مشغولة. الله، ايش فيه قفل؟ حرام. أنا والله العظيم أتمنى أن كل المحلات إنها متدهرة. هذا المطل على الشارع العام، الجهة المطلة على الشارع العام. حلو جدا، حلو جدا، فيه بهجة للنفس، فيه بهجة وانشراح وانكشاح. واللي أحلى أن المواقف كلها بأجرة عشان كل يضبط أموره، ما يتأخر، يحط يدفع على موقف سيارته ويعمل حسابه، ما يوقف السيارة ويبلط. الله أعلم هالباعة هذول مسموح لهم، أعتقد أنه بيبسط في هالمكان بس منه والطريق، ما أعتقد، والله ما أدري. شوف سيارتي، لحقت يا دوب لحقت على آخر الوقت. أنا ماخذ ساعة واحدة، فحلو إنك توقف وتعرف الوقت وما
لأنك مجرد تتأخر تحسب عليك قسيمة. الحين بروح المحل في المبرز اسمه بيت الصحة، اللي أجيب من عنده الملح البحري الأورجانيك والسكر الأورجانيك، والبعض الأحيان أجيب الفلفل المطحون الحار الأورجانيك. يعني نجتهد، ولا كل شيء بيد الله، يعني كل شيء اجتهد يا إنسان واترك الباقي ورا ظهرك. هذه شفتوا المقطع اللي نزلته؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني في أقل من ساعة وربع تقريبا تجاوز 20,000. شايفين الفرق بين السناب والتيك توك؟ عشان بس ما حد يلومني. ما يطاب في نار حراتي غير شوفك يومي باتيني، وانتهيت بليل حسراتي بات شربي في صحن صيني. هذا المحل اللي أنا دائما أجيه اسمه بيت الصحة، فيه أشياء حلوة وجميلة، حلوة وجميلة، خلينا نسهر ونسهر الدنيا. هلو، كيف حالك؟ شايفين المنتجات الجميلة والرائعة؟ يا سلام على المنتجات الجميلة والرائعة، يا سلام يا سلام. اللي يحب يحافظ على نفسه ويجيب أشياء جميلة. شوفوا على فكرة الشركة هذه شركة رائدة ورائعة وجميلة. أوكي، الله 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 على المنتجات الحلوة، كلها تقريبا يعني خالية من كذا وخالية من كذا وخالية من كذا. أوكي، حاولت أجرب الحليب حق اللوز وحليب ما عجبني صراحة، ما عجبني بالمرة. زيت الزيتون الأصلي، بس تروح تبوك تشتري لك كنكة أحسن من تشتري لك، لأن هنا غالي. زيت الزيتون زي هذا، شوف هذا بكر رفيع، إيش يعني أورجانيك، يسمونه اللي يسمونه كستافيجن، 89 ريال الغرشة هذه. تروح تاخذ لك كنكة إيش كبرها ب400 ريال بس وخلاص. هذا السكري اللي أنا أستخدمه، شايفين يا حبايبي؟ هذا السكر الجميل. جربت هذا برضو حلو، بس باقي أنواع السكر مش كثير، ما عجبتني. طحين الشوفان، أي واحد يقدر يسوي طحين الشوفان، يعني مو بمعضلة، إنما باخذ من هذا. أوكي، شايفين الجمال والروعة؟ شايفين الروعة؟ منتجات هنا. شاي أسود، خلاص أخذنا الشاي الفخم ما يحتاجه. أجي على الثلاجة. الثلاجة هنا شوفوا هي غالية، الحاجات اللي زي هذه أورجانيك طبيعية غالية الثمن، 25 ريال. هذه الثلاجة فيها من السمن ومن الخبز ومن مدري إيش، من كافير. وين لبن الكافير؟ أيوة، شايفين اللبن هذا اللبن، هذا لبن الكافير رائب بالفطر الهندي. أوكي، هذا كافير، لبن الكافير. شايفين الغرشة هذه ب24 ريال. هو لبن بقري وفي ماعز، يعني في ماعز. زاد ماضينا جميل. أنا جربت هذا روعة، جربت هذا كله ما يحتاج. ممكن تخلط معاه لبن صافي. أوكي، بس أكيد أشياء حلوة. حتى البيض، شايف البيض؟ لكن هذا مش معضلة، مش مشكلة. البيض ب12 ريال، يعني 6 بيضات ب12 ريال، يعني البيضة الواحدة بريالين، ماشي الحال. لكن الكلام مثلا على السمن، وين السمن يا السمن موجود؟ خلصت السمن؟ ايوه، يسوون سمن طبعا اللي يتسوى عندنا في الديرة، اطلق منه مليون مرة. هذا خذوها مني انا. السمن اللي يتسوى عند بعض الاسر هناك في ديرتنا لا يعلى عليه شيء. كمان العسل سمر اللي من ديرتنا لا يعلى عليه شيء، مهما نزلوا من عسل وأنواع عسل لا يعلى على عسل الديرة عندنا هناك ولا شيء. اللي هو طبعا اللي يجيبونه من شجر السمر اللي هو يعني أعشاب بحرية. طبعا أنا واحد من الناس اللي لا أؤمن بهذا الكلام، رغم أنها منتجات
آسيوية وكذا وطبيعية. روح البحر العقير وقش لك شوي من الطحالب ولا من الخربق وجففها وكلها عادي جدا. بس في أشياء زي المنتجات هذه لا والله أنا ما جربت هذه كاتشب حقهم، بس في ناس واجد قالوا لي يجنن يجنن يجنن. شايفين هذه العلامة؟ شفتوا العلامة هذه؟ العلامة هي ما توضع إلا على المنتجات العضوية. المايونيز والله لو ما عاد في الدنيا إلا ذا المايونيز، يكفي إني أعرف إنه مضاف إليه بياض البيض، الله يديم النعمة. هذا الزيت زيت دوار الشمس، طبعا غالي الثمن. طبعا كل الحاجات هذه صابون وما صابون ومدري ايش ومعجون اسنان انا لا اؤمن فيها، رغم حرصي الشديد لا اؤمن فيها. حتى شامبو ما شامبو، ديتول ما ديتول، كل المنظفات معلش، اهم حاجة ما يدخل جسدك، ما تأكله وتشربه. وهذه هي منتجاتي. اخذت 3 سكر لاني ما ابغاه ينقطع من عندي لما اسافر ولا شيء. اخذت 3 سكر، اخذت من هذا السكر العضوي وكمان اخذت من الملح العضوي. الله 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 ما اروع، ولا يغير. هذه ميزة الملح العضوي والسكر العضوي، ما يغيرون الطعم ولا لا في الشاي لا في الاكل لا في شيء. وطبعا اليوم مشتراي الشاي الجميل هذا اللي وريتكم اياه، حاجة جميلة. لا 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 لا، أنا رسول اسمع رسول أشواق قلبي، أنا رسول بس أنقل الشيء الزين، لكن لا أنا متخصص في هذه الأمور ولا عندي في هذه الأمور. أرجوكم يعني لا تجيبون لنا العيد لو سمحتوا خلني أمشي سيدة أتذكر. خلوني أوريكم شارع الطفولة اللي عشت فيه طفولتي. خلوني أقلب الكاميرا وأوريكم. شفتوا الشارع الجميل هذا؟ من هذاك المكان صدمتني سيارة وأنا طالع بالسيكل، صدمتني سيارة وهي جاية من كذا وسحبتني تحت السيارة لغاية ما وصلتني عند الإشارة هذه. أي والله يا جماعة الخير، كأنها دقيقة. هذه حارتنا القديمة. يا الله، الله يرحم أبوي، اشتعلنا وتعذب. هذه حارتنا القديمة، هذه المدرسة اللي درسوا فيها أخواتي زمان وكانوا شايفين حالهم علينا عشانهم في المتوسط، احنا باقي ثاني ابتدائي. شايفين الحارة هذه حارتنا القديمة. الله أكبر. خلوني ألف عشان تشوفون الحارة القديمة. وهذا ضيق علي، الحرمة هذه ضيقت علي. شوفوا كيف داخلة في وسط الشارع، مع انها المفروض. شايفين حارتنا القديمة؟ الله يا حارتنا القديمة، الله يا حارتنا القديمة. هذا المبرز، الحارة اللي عشت فيها طفولتي حتى قبل ما يزفلتون الشوارع هذه، لما كانت رملية، لما كانت ترابية. لما كانت الحارة هذه ترابية يا جماعة. هذا مسجدنا اللي هناك. يا ربي، هذا بيت الدخيل، هذا المبرز طبعا الحزم الجنوبي. وهذا البيت كان بيت الفرحان، أمهم جابت ولد وسمته مفرح على اسمي. يا الله، هذا بيت الدخيل. وهذا بيتنا أيام الطفولة. هذا بيتنا. يا ربي، ودي أبكي بس إني مستحي منكم. هذا بابنا. يا الله. طبعا زودوا، هذا ما كان في أول، كان كل بيتنا دور واحد. وهذا بيت الحربي، وهذا بيت القريشي. يمه. وهذا مسجدنا اللي كنا نصلي. يا ربي، شفتوا ما أضيق الشارع؟ كان أجمل شارع في الدنيا كلها، في الحياة كلها، أجمل وأحب شارع عندنا. يا ربي الله، ما كان في هالدنيا ذي كلها إلا بقالة ومخبز، والله ما في غيرها. شوفوا الشوارع ماضية، كل ذولا جيراننا نعرفهم واحد. كان في هذا البيت بقالة ومخبز بس وخلاص. بيت العويض وبيت القريشي وبيت العتبان وبيت المجبل. الله أكبر. هذه مدرستي المتوسطة اللي درست فيها المتوسط. يا ربي،
سعد بن أبي وقاص، وكان هذا فصلي اللي عند السيارة البيضاء. يا الله يا الله، هذا الساحة حقت المدرسة. سعد بن أبي وقاص، يا ربي يا ربي يا الله، شيء محزن. لما أدخل في هالحارات أستعيد كل الآن، مش الآلام، ما أدري شو أسميها، اقتران. الله، هذا اللي تعبر. أين يا أطلال منذ الليالي بي، أين آمون وصوت الله. لازم أتوقف هنا، لازم أتوقف وأدور في حارتي حتى أستعيد شيء من حياتي. أي والله. ما أدري أمشي ولا إيش أسوي. هذا فصلي، هذا فصلي، هذا فصلي. 40 سنة ولت. سعد بن أبي وقاص. يا الله، يا ذكريات العمر، والله العظيم يا ذكريات العمر. وصلت الشمس وهمي صار بي نشوة تزري بكرم الناصري. الحنين موجود في روسنا، الذكريات موجودة في روسنا، الاقترانات موجودة في روسنا. الحياة فكرة موجودة في راسك. طال الزمان، قصر الزمان، تغير الزمان، زان الزمان، هي ذكرى، هي فكرة موجودة في راسك معششة تحييها يعني ظاهرة الاقتران، تحييها ظاهرة الظهور المفاجئ، ظاهرة النظر، ظاهرة الاستماع. تحيي هذه الأشياء، تحييها الصدفة، تحييها. مريت يا ليت سوق الذهب يفرش حرير، من شام فيه الحبيبة شفتها، شفت أنا سارة وأنا في السوق أسير، هي كلمتني وأنا كلمتها. مثلا هذه من الذكريات، هذه من الاقترانات اللي ما في أمل تنزاح ولا تروح. أساسا من أسمع هالأغنية اللي أتذكر عطر أبو طير، مدري أبو طيرين، على طول أتذكره. مسكيني لا تغتر غيرك لقنا، خلاه ينسينا عذابك ونهوى. اقتران ابن كلب بالمكرونة مثلا. بالمكرونة اللي مع القرفة، بعيدان القرفة، على طول مسكين لا تغتر غيرك لقينا، خله ينسينا عذابك ونهواه. ما في اقتران. هذا المخ مليان اقترانات، مليان. يا بردان يا بردانة وش قلنا لك يا دادة زعلانة، أموت. الله لا يحرمنا هالتقنية الجديدة والتطور والحمد لله. هذه الأغنية أسمعها أتسدح على طول. أتذكر ريفدور، عطر ريفدور مباشرة، وأتذكر عمي صالح الله يطول في عمره على طول، وأتذكر الفلكس ويجن.
الفيروزية لونها فيروزي زين، واتذكر النخيل والطبنة بهالأغنية هذه. شوف الأشياء اللي مقترنة الأغنية هذه. واتذكر السطح وإحنا نرش الماء على السطح عشان نرقد في الليل. إي والله. يا بردين يا بردانة وش قلنا لك يا دادا زعلانة. يا بردين يا بردانة وش قلنا لك يا دادا زعلانة. هل يا بردين يا بردانة وش قلنا لك يا دادا زعلانة. يا بردين يا بردانة وش ضربني الخنجر والشامي وبصوابه دقدق عظامي. يا ويلي من جرحي ولامي وطال الليل وعيوني سهرانة. يا بردين يا بردانة وش قلنا لك يا دادا زعلانة. يا بردين يا بردانة وش قلنا لك يا دادا زعلانة. يا شفتو في مرابيع ومحني روس اصابيع وحبيبي والله ما بيعوا لعطوني كنوزك يا سليمانة. يا بردين يا بردانة وش قلنا لك يا دادا زعلانة. يا بردين يا بردانة وش قلنا لك يا دادا زعلانة. وش سوينا زعلانة البنية هالأم خدود مدمرة ووردية وما لينا غير هواية والخوف الخوف تكون حبة سوانا. يا بردين. الحياة فكرة. كل شيء يحمله الإنسان عبارة عن فكر. أنا أتذكر وأعيد الكلام هذا كثير لما قال هذاك حق الإسكان إن السكن عبارة عن فكرة. الناس ضحكت عليه، ضحكوا العالم كلهم عليه، قالوا له إيش فكرة؟ إيش اللي السكن فكرة وما هم؟ هو كان يقصد إن ما تصنعه أنت في حياتك حتى وإن كان منزل بيتك فكرة. تصغر، تكبر، تجيبه كذا، تجيبه كذا. كل ما يحتوي الإنسان عبارة عن فكر. ذكرياتك، آلامك، أحزانك، أفراحك، كل ما يحتريك في هذه الدنيا في النهاية حتبقى فكرة، حيبقى شيء في عقلك أو شيء يبنيه العقل لتخطيط تنفيذه فيما بعد. كل شيء في حياة الإنسان فكر. ما تسمعون ذاك اللي يقول وهنية اللي من العقل محروم، ما عرف نار الجفا وإحراقها، مستريح البال ما حد له يلوم، عندها الدنيا سوى وفراقها. والله ما كذب. فكر. لما نحن نمر من شارع ونتذكر أيام الطفولة، يا ربي
لما احنا نشم ريحة وتذكرنا وترجعنا اقترانات، اقتران كله مربوط بالعقل. يا ربي وش ذا؟ أجل لما تحط الجاوي، احنا كأطفال، انتو اللي في حتى اللي في الألفية الثالثة، خلونا يا الألفية الثانية، اللي في الألفية الثالثة، تخيل لما يسمع كرتون، أغنية كرتون، قد هو الحين عمره 20 25 30 سنة، لما يتذكرون أغنية كرتون كانوا يسمعونها، بعضهم يتهل دمعته، حنين، مليان حنين لذكريات ذيك الأيام الخوالي. اقتران لما يمر علي صديق أو أشوف أو أسمع عن صديق أقول الله، كل اقتران، كل مرتبطة حياتنا بهذا العقل. الله يديم علينا عقولنا. بعض الأحيان يقول الواحد حظه اللي ينسى. أنا عندي بعض من أخواني ما شاء الله تبارك الله نسايين من الدرجة الأولى، تذكر كذا كذا؟ لا والله ما أذكر. يا بختك، يا حظك. حتى الألوان لها معنى، أنا الألوان لها معنى عندي، الألوان، الروائح، النظر بما تراه عيني. لذلك أنا عبق الماضي باختصار. ما أدري أقول يا حظي ولا يا تعاستي، ما أعرف. والله صدق من قال لما يقول واحد من ذكرياتي. لذلك عليك انك تقدر تلك الذكريات وتحترمها. ذكرياتك يجب ان تحترمها. والنشء الصغير عليكم انكم تعتنون بالنشء الصغير حتى تبقى عنده على الاقل ذكريات حلوة، ما يعيش بحزنه. ارجوكم اعتنوا بهالنشء وبذكرياتهم من يوم تولد أمه لحد ما يقود نفسه بنفسه. اعتنوا أيما اعتناء بهم. والله العظيم لا تهملون هذه الأمور، لا تحملونهم الأحزان وهم صغار، لأن من أكبر المشكلات عند الإنسان اللي تختزل ولا تنتزع منه أبدا الحزن لا يمكن يخرج من قلب الإنسان بأي حال من الأحوال، لا يخرج من قلب الإنسان. ترى الفرح على فكرة ممكن يروح من الإنسان، الحزن ما يروح، مرة ما يروح. والمصيبة والطامة إن اقترن الحزن بأمر من أمور الحياة، يا ويح ذلك الإنسان ويحاه. إذا اقترن ذلك الحزن بأمر من أمور الحياة، اعرفوا أن هذا الأمر بيكون كارثة عليه. اي والله يا جماعة الخير، أرجوكم لا تستهينون بهذه الأمور، لا تستهينون بعقولكم ولا بعقول أطفالكم، لا تستهينون. العقل هو سبب الشقاء وهو سبب السعادة، لا هبيب ولا طبيب. ما في أحد ينفعك إلا أن بني عقلك على أسس سليمة وحقيقية. وإن خبصت فحاول أن تعتذر. قد أتاك يعتذر لا تسله ما الخبر، كلما أطلت له في الحديث يختصر، في عيونه خبر ليس يكذب النظر. أرجوكم اعتذروا وكثروا من الاعتذار. ضموا بوسوا حبوا أطفالكم. الهدية ما تنفع، حبوا. أنا آسف يا روح قلبي، لازم حبوا، بوسوا، ضموا، ما يهم. جرحك أنت اللي داوه بنفسك قبل ما يتخزن هنا. أرجوكم رجاء. والله حزنا بما فيه الكفاية، والله بكينا بما فيه الكفاية، والله العظيم يا أكثر الأشياء اللي تبقى في عقل الإنسان نتيجتها الحزن أكثر من الفرح. الإنسان مش ضعيف أبدا، مش ضعيف.
لكن العقل أقوى من الإنسان. ممكن تلقى لك واحد من الأباطرة وفي لحظة ضعف تتوه منه أفكاره، يتوه منه رشده، يتوه منه إدراكه في لحظة ضعف، ويخر هذا الإنسان ما يقدر يقدم لنفسه المعونة. اي والله لازم تعون الشيء هذا. ما راح. وقالوا الأولين الدنيا كفيلة. كذاب، الدنيا ليست كفيلة ولا تعرفك الدنيا أبدا 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 أبدا. ما تعرفك الدنيا. أنت اعتن بنفسك، أنت اعتني بنفسك. وخلاصة كلامي هذا التقبل والتصالح مع الذات، بس غير كذا ما فيه. تصالح مع ذاتك. تصبحون على خير. اليوم استخدمت شاهي الوزة، يعني حطيت زي ما قالوا على الغوري هذا حطيت 2 جرام بس. خلوني أشوف كيف راح يطلع الشاهي.